سلام and welcome back to my channel. نتمنى تكون اموركم مزيانه وكل شيء عندكم مزيان وبخير وعلى خير ان شاء الله. الحياه ديالنا اليوميه كاين عندنا مبادئ اللي كنتبعوا اللي كيكونوا فيهم واحد الاسس اللي هما كيكونوا راسخين في حياتنا. حاجه باينه الا درنا شي حاجه اللي مزيانه راه كترجع لنا بفعل اللي مزيان، ولا درنا شي حاجه اللي خايبه في حياتنا راه كترجع لنا بواحد الحاجه اللي خايبه. ولا كانت كاع خايبه بزاف ولا كتضرب الاخر فراه حاجه باينه ومفروغ منها اننا كنتعاقبوا قانونيا. يعني هذا واحد المبدا اللي كنعرفوا متاكدين منه 100%. وكاين عندنا واحد في المية ديال الاستثناء، ولكن داك ميم سي داك الاستثناء ما كيدخلوش فيه القضايا اللي كيكونوا كبار بزاف. يعني الا اذيت شي واحد ولا قتلت شي واحد ولا ضربت شي واحد ولا شي حاجه راه ضروري كيكون العقاب. ولكن القضيه ديال اليوم غتقلب لنا كاع الموازين، غتخلينا نشوفوا بلي داك 1% يقدر يتغلب على ديك 99% اللي بقات. تفهموا مزيان، خليكم معايا باش نشوفوا القضيه ديال اليوم شنو كتقول. الا كنتو واجدين يلا. القصه ديال اليوم ولا القضيه ديال اليوم غادي نعاودوها بواحد الشكل اللي هو مختلف. غنعاودوها بحال دوك الحجايات اللي كانوا كيعاودوا لنا جداواتنا ملي كنا باقي صغيورين. الفرق اللي كاين هو ان هذه القضيه راه حقيقيه وواقعيه، ماشي حجايه من الحجايات نتاع جداواتنا. واحد الليله كان الجو في باري بارد، كي ديما كاينه ديك الشتا الخفيفه. باري كلها تقريبا ناعسه الا واحد لابارتمون باقي شاعل فيها الضوء، واحد الحي اللي هو هادئ وكالم. وسط ديك لابارتمون كاين واحد الولد اللي هو واحد الشاب ضعيف وجو شويه شحب، ولكن جالس كالم وقاعد فوق واحد الطبيله، حط قدامه شي ورق مره كيخربش فيهم وكيشرب واحد المشروب حداه، وشد في يديه واحد التصويره. ديك التصويره كانت فيها واحد البنت اللي هي من ذوي البشره البيضاء شهيبه وشعرها صفر. ومره كيتفكر دوك الضحكات ديالها حيتاش غير البارح في الليل كانت جالسه قدامه. يبان لكم مشهد رومانسي وجو زوين، ولكن في نفس الوقت ملي كيتفكر دوك الضحكات كيتفكر داك الصوت اللي كان عنده لداخل ديال دماغه، واللي كان كيعاود ليه وكيقول ليه دوقها، هادي فرصتك، شوف اللحم البشري كيفاش داير. غتبان لكم جمله مستفزه وغريبه، ولكن بالنسبه ليه كانت هو واحد الجمله اللي كتعاود ليه في دماغه كل شويه بحال شي ستيه وكتعاود. ديك الليله باري غادي تحول من مدينه الحب الرومانسيه لمدينه ديال الدم. الناس كاملين غادي يستغربوا كيفاش داك الشاب اللي كان هادئ واللي كان تيبان درويش وكان مؤدب في هضرته غادي يدير واحد الفعل شنيع وغادي يخلي جريمته باقي يعاودوا عليها الناس ويذكروها ليومنا هذا. وبطل نتاع هاد القصه هو التلميذ الياباني إيسيساغاوا. إيسيساغاوا تزاد في اليابان في 1949. كان هو الوليد الوحيد عند والديه، ولكن كان قامته قصيره، يعني كان قصور ورقيوق، صحته فريمون قليله. يعني كيبان رقيوق وصغيور واخا تيكبر فلاج ديك الصحه بقات ملازمه. يعني كان ديما صحته قليله وضعيفه ولابو ديالته شاحب، يعني كيبان بحال صفر. وهادشي اللي خلاه هو اصلا بينه وبين راسو ما عندوش واحد الثقه في النفس، وعاد ان الناس كانوا كيتنمروا عليه بزاف. انا غندير واحد الخرجه صغيره. التنمر عمره ما كان وسيله للضحك. حنا بالنسبه لنا حنا بحال في المجتمع المغربي ولا العربي اون جينيرال بزاف الا شفنا شي حد غريب في شي حاجه نبداو نضحكوا معاه بها والاخر كيتقبلها. يعني ما عندناش ديك الفكره نتاع التنمر بزاف. حتى ملي كيمشي كاع شي حد يتشكى لوالديه ولا كيتشكى من والدين شي حد اخر كيقول لي راه كيضحك معاك، ولكن كنساو بلي دوك الضحك ودوك الكلمات راه يقدروا يأزموا ويديروا واحد لاطراس في النفسيه نتاع الانسان اللي هي صعيبه بزاف. هذا بالنسبه لنا حنا. بالنسبه للامريكان عندهم حتى هما واحد التنمر اللي هو كتير بزاف، ولكن بالنسبه لليابان راه عندهم نسبه ديال التنمر طالعه بزاف والنيفو طالع هارب علينا بكثار. عندهم الا غير شي بنت زايده في الوزن راه كتعيش الجحيم. الا شي بنت نام عليها ربي بواحد شويه ديال البرونزاج ولا بو ديالها ماشي بيضاء كتعيش حياه مكفسه، كلشي كيتنمر عليها. لدرجه ان عندهم التنمر كيوصل لواحد النيفوات اللي خايبين، يقدر يوصل حتى يعني عندهم واحد النسبه ديال التنمر اللي خايبه بزاف. وساغاوا كان كيتعرض لهذا الشيء وكان كيبان ليه راسو غريب وكان كينفر حتى ولا كينفر الناس وكينفر المجتمع وكينفر حتى راسو. كيبان ليه راسو هو قل من الناس كاملين، علاش ماشي هو بحال الناس كاملين، علاش هو قصور، علاش هو زعما كاع داكشي كامل، ولكن في الاخر غادي يرفع على قدو قد راسو. المهم فكي قلت لكم بكثرت ما ساغاوا كان هو
عايش وحيد وما عنده لا صحاب لا حتى شي حاجه، ولا عنده واحد الهوس، ولا مهووس بشي حاجه اللي سميتها البنت الاوروبيه، يعني بدوك المواصفات نتاع ديك البنت الشهبه اللي عينيها ملونين اللي شعرها زعار، ولا مهووس بها. وماشي داك الهوس العادي نتاع شاب يعني راه غادي تيكبر ولا في فتره المراهقه ولا راه ولا في الجامعه ولا شي حاجه بحال هكا وكيعجبوه البنات وداكشي. هو كان الهوس نتاعو واحد شويه، ماشي واحد شويه مختلف بزاف نيت. كان الهوس نتاعو هو ديك البنت الاوروبيه وداكشي كيفاش غيكون داير المذاق نتاعها. وهنا ما كنهضرش نقولها بطريقه مؤدبه، ما كنهضرش بفكره زعما كيفاش لوغو نتاعها بداك الفكر في الكوتي الجنسي، لا كندوي على كيفاش لوغو ديالها حرفيا. بحال فاش مثلا كتمشي كتشوف شي بيمو ولا كتشوف شي كاطو ولا شي حاجه وكتشهى كتقول ما غيكون لوغو ديالو زوين. بهاد الفكره هذا كيفاش داير مذاقها بصح، كيفاش غادي يكون داير مذاقها، هذا هو الهوس اللي ربى. وهو عام من مورا عام فتره المراهقه ديالو وهو تيكبر، وهذا الهوس تيكبر معاه. وهنا غادي يدير اغبى قرار انا شفتو بلي تاخدو واقيلا في حياته. ما عرفتش انا كيفاش قال هذا القرار راسو وكيفاش قنع راسو، ما فهمتش. القرار اللي غادي يتخذ سي ساغاوا هو انه غادي من بعد ما نجح في الثانويه غادي يقرر انه يمشي يقرا في الجامعه فين، في باريس وسط فرنسا. وبينه وبين راسو كان تيقول انه ملي غادي يمشي للغربه ومع المجتمع مختلف عليه والظروف مختلفه عليه غادي يتلهى وغادي ينسى داك الهوس نتاعو. فهمت؟ دابا نتوما تخيلوا معايا واحد السيد اللي هو مهووس بالمراه الاوروبيه وبدوك المواصفات نتاعها، ومني غادي يمشي يعيش وسط منهم لا راه ديك الساعه غادي يقاوم الهوس وغادي يركز في التحديات الاخرين ديال الغربه. وتخيلوا معايا بحال شي دري صغيور كتقول ليه راه ما غاديش تاكل الحلوى، وكتدي نتايا لواحد الحانوت اللي عامره كلها بالحلوى وعامره كلها بالشوكولاته وعامره كتقولي لا راه ما غاديش تاكلها. ولا وهو عايش وسطهم تما منين ما كيدور كيلقى داك الهوس نتاعو، داك الهوس تيزيد تيكبر وتيكبر 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 وتيكبر. غادي يبقى عايش بحال ما هكا وكيقرا في الجامعه. الناس كلهم كيقولوها فيه زينه، دري مؤدب درويش ضعيف، حيت بقى قلت لكم بقى عنده بقى قصير وبقى ضعيف وتيبان الله يعمرها دار مسكين مظلوم وتحس بيه بحال العالم كله جاي عليه. والادب والصوم ما تخرج من فمه هي الكلمه الزينه. وكيقرا قلت لكم في الجامعه وسط باري. مني بدا هاد الشابيتر الجديد نتاعو في باري ومع ساكن بوحديتو وكاين واحد النوع تاع الاستقلاليه وداكشي بحال واحد شويه بدا كيثق في نفسه واحد شويه. وهو كيقرا كانت كتقرا مع واحد البنت، ديك البنت هي هولنديه الاصل سميتها روني هالفيلد. هاد روني هادي كانت واحد البنت اللي ظريفه بزاف وعندها صداقه مع تقريبا الجامعه كلها، يعني كاع اللي عرفها واي واحد عرفاتو واخا تعرفو غير دابا هي كتولي يولي صديق ديالها. نات بكثرت ما قلت لكم هو كيبان دريويش وداكشي كامل ولات صديقه ديالته. كاين بعض المصادر اللي كيقولوا بلي هي كانت يعني باش تعاون راسها، حيت كنعرفوا بلي الحياه في باري وقت القرايه وداكشي كانت باش كتعاون راسها كانت كتعطي لي كور في اللغه الفرنسيه، يعني كدير سوايع في اللغه الفرنسيه للناس. وكاين اللي كيوقف بعض المصادر كيقولوا باللي كان عندهم واحد البروجي ديال الجامعه وكانت هي وساغاوا غادي يديروا. عرفتي فاش كيكون داكشي بروجي كدا ديروا جوج ثلاثه كانت هي وساغاوا اللي غادي يديروا. ولكن اغلبيه المصادر كانوا كيقولوا بلي هي كانت كدير لي كور ديال الفرنسي. وتا ملي قريت في الاحداث وداكشي غالبا كان لو كور ديال الفرنسي، وهو بحكم انه كان في اليابان وما عندوش اللغه الفرنسيه مزيان فطلب منها انها دير معاه لي كور ديال الفرنسي. وهي بحكم انها قلت لكم ظريفه مع الناس كاملين واصلا كانت كتعاونوا كاع قبل ما دير لي كور وافقات وما كان عندها حتى شي مشكل. وفعلا ولات كتمشي كدير ليه السوايع. وفين كيديروا دوك السوايع في لابارطمون عنده. هنا فين قلت لكم عقلتوا على المشهد اللي قلت لكم كان كيتفكرها وهي جالسه قدامه وكتضحك، حيتاش كانت كتمشي عنده باش كدير ليه لي كور ديال الفرنسي، باش كدير ليه سوايع في لي كور ديال الفرنسي. وهنا من بعد دوك الزيارات اللي كانت كديروني اللي لساغاوا لابارطمون باش يقراو، داك الهوس اللي كان عنده هو من جد كاع دوك البنات نتاع الاوروبيات، يعني دوك البنات الشابات اللي شعرهم زعار وبيضين وداكشي، داك الهوس كله هو جمعو ويحطو في روني. يعني جلس ليها الارض داكشي كامل اللي كان مشت على البنات كاملين لا جمعوه هو دار ليه سيليكت اول وحطو على روني. ولا عنده
واحد الهوس، واحد الرغبه، حب السيطره. وهذا الشيء كله راه ماشي زعما راه هي بينه وبين راسو، راه هي البنت ما فراسها حتى شي حاجه. يعني البنت ما عارفه كاع واش كاينه، كتمشي صديق كدير لي كور وكلشي، ولكن هو بينه وبين راسو عايش واحد العالم اخر، كيتخيل واحد التخيلات بوحدو. عرفتي فاش كتبدا تهضر كتسول وتجاوب راسك كتدق تقول شكون هي اللي كان كيدير هو، عايش في واحد العالم اللي بوحديتو فيه، ولكن داك العالم كله هو متمحور على روني ولا كله هو مركز على روني، ولات هي الاساس واللب ديال الهوس نتاعو. تخيلوا معايا واحد اللي شويه ماشي شويه بزاف ملي غيولي مهووس بشي بنت شنو غيدير. وهنا فين غادي نمشيو نهار 11 يونيو 1981. روني كان عندها كوغ مع ساغاوا كيديما، غادي تمشي عندو لابارتمون، غادي يستقبلها مزيان، غادي يبداو يضحكوا كيمولفين. هي كتبغي تخلق واحد الجو اللي يكون يعني فريندلي كنقولوا، باش الكوغ يدوز مزيان وما يكونش شي توتر ولا شي حاجه. الكتوبه قدامهم كيضحكوا كلشي، يعني وسط داك الصمت اللي في ديك لابارتمون كيكسروا غير داك الهضره ديال الكوغ ولا داك الضحك اللي بيناتهم. هنا فين ساكاوا غيقول لها واش بغيتي تشربي شي حاجه، ما قهوه ولا اتاي ولا شي حاجه، غتقول لها انا في حيت الليل هذا كنفضل ان ناخذ اتاي. فعلا غادي يمشي غيجيبوا ليها وهي كتشربو مرتاحه، يعني ما حاساش بشي توتر ولا شي حاجه. هنا فين غيقول لهم خو هذه هي الفرصه ديالتنا، غداني من الفرصه. فعلا غادي يقول لها سمحي لي، غيمشي للكوزينه. هنا فين غيمشي للكوزينه غادي يهز بيو بيو، وباش نقول سميتو حيت يوتيوب راه مزيان عندنا مزيان، ولكن راكم فهمتوا. وهو جاي ريني مازال ما غاديش الدور باش تشوفو واقف من موراها، غادي تلقى لها تلقى وحده للراس، داك الصوت ديال الرصاصه غادي يسكت، غادي يرجع ديك لابارتمون، غيسكتها من داك الضحك ومن داك الجو اللي كان فيها نهائيا. هنا غادي تقولي يا روني كيفاش حس، يعني راه قتل البنت اللي كانت قدامه، واش توتر واش شي حاجه؟ لا، بكل هدوء وبكل بروده واقف فوق راسها وكيشوف داك الدم كيتقطر مع الارض، وعاد داك الدم اللي طرش مشي كتلقى وسط راسها. بكل هدوء وبكل بروده كامله غادي يقول بصوت مرتفع، ماشي زعما بينه وبين راسو، لا هاد المره غادي يسمع راسو صوتو وغادي يقول واخيرا عشت الحلم ديالي اللي كنت نتمنى ملي كنت صغير. تخيلوا معايا سيكوبات من درجه فارس. هنا غادي يسحبكم وغتقول لي بلي زعما صافي هنا فين سالت الجريمه، ولكن بالنسبه لسي ساغاوا يلا بدينا. السيد غادي يمشي، غادي يجيب دفتارو وغادي يجيب ستيلو وغادي يجي فيها عالم ولا باحث، زعما غادي يبدا غيشد الجسم نتاع ريني. انا غادي نحاول ندوي بطريقه اللي نقدر نوصل بها الفكره، وفي نفس الوقت ما نخليش زعما يوتيوب يجي لنا شي مشكل. المهم ياخذ الجسم نتاعها، غادي يحطو، غادي يسرحو، غادي يجردها من الملابس نتاعها كاملين، وغيبدا يدون في الملاحظات، يقيس اللحم ديال رجليها وكيقيد في الملاحظات، ديال يديها وكيقيد في الملاحظات، الورقه ديالو كيدير تجارب تاع من هنا ويشوف من هنا، ويجيب موس وجاب كاع داكشي ديالو تاع من هاد الجهه، ويشوف ديك اللحم كيفاش دايره، لونها كيفاش داير، الوزن تاعها كيفاش داير. كل امر يعني السيد بحال شاد قاعد في شي معمل ولا في شي مختبر وتيدير تجارب علميه، زعما بيخرج لينا بيكتشف لينا الدواء ديال الكونسير. يعني السيد خدام في لي غوشيرش، ماشي زعما لا على قدم وساق، خدام التحاليل والملاحظات. ومن بعد من الشهود نتاع الشرطه فاش من بعد غتعرفوا قالك زعما كانوا ملاحظات لي دقيقه، ماشي زعما السيده داوي خاوي وصافي، لا السيد خدام بالتفصيل. ملي كمل داكشي كامل غادي يقرر يبدا ياكل من الجسم نتاعها. كي كتسمع غادي يقرر انه يبدا ياكل من الجسم نتاعها. من بعد في الاعترافات نتاعو كان قال كنت باغي نمتص الجمال نتاعها، نخليه في الداخل نتاعي، نولي انا جزء منه. لا سيدة مريض. من بعد ما غادي ياكل منها وداكشي، باش ما تلفوش مني دابا غادي نخليو ساغاوا وغادي نمشيو نشوفو الروميس ديال ريني. ملي ما غاديش تجي ترجع للدار ديك الليله وغتسنى الغد لي كامل، النهار كله ما غتشوفها لا في الجامعه لا في والو، غتمشي عند البوليس غتقول لهم راه البنت اللي ساكنه معايا راه ما جاتش، مختفيه من البارح بالليل،
وما جاتش حتى اليوم للجامعه، وهي ماشي من هاد النوع، يعني ماشي من النوع اللي مستتر ولا تقدر تمشي لشي بلاصه وما تقولهاش ليا، وخصوصا ماشي من النوع اللي انا ما غاديش تجيش للجامعه وما يقولها زعما شنو هما المعلومات اللي تقدر تعطينا اللي يقدروا يفيدونا. غتقول لهم هي راه كتعطي حتى المساعدات في اللغه الفرنسيه، يعني اوغوزمون كتجيك كوريني كانت قايله كتقول البنت اللي ساكنه معاها في الشقه كتقول لها كلشي. قالت لهم انا في راسي باللي راه عندها كوغ مع شي ولد ما ذكروش الاسم تاعو ومع ساغاوا. قالت لهم حتى هو راه عنده معاها كوغ. قالت لهم ولكن ما عرفتش ما واش مشات ولا مشات داكشي، ولكن هما المعلومات اللي عندي فعلا. حيت قلت لكم البنت سنات النهار كامل حتى العشيه عاد مشات عند البوليس غادي يمشيو الشقه نتاع ساغاوا. حنا المهم الدري الاخر ما مذكورش يعني في التقارير. غيمشيو للشقه ديال ساغاوا غيدزقوا عليه. انا غتقول لي تشد صبروا. غيدقوا عليه غادي يخرج عندهم كالم بارد عادي دري عادي. غادي يقولوا ليه واش كتعرف ريني؟ غيقول لهم راه هي اللي كدير ليا لي كور ديال الفرنسي وكتقرا معايا في الجامعه وراه وزعما نيت اليوم ما شفتهاش. غادي يقول لي راه مختفيه من البارح، واش شفتيها البارح؟ يقول لهم جات عندي عطاتني الكور ومشات. قالت لي راه باقي عندها شي حد اخر، ولكن شكون هو داك شي حد اخر انا راه ما عرفتش. هنا حيت البوليس ما عندهم لا شك فيه لا امر بتفتيش الشقه لا حتى شي حاجه، يعني غاديين يسولوه. قلت لكم بكثرت ما كان هو هاد يعني ومبرد وكيجاوب بكل ثبات وما عنده لا انفعالات لا حتى شي حاجه، ملي كيسول شي سؤال كيجاوب عليه في البلاصه، يعني ماشي واحد اللي كيفكر ولا كيرتابك ولا شي حاجه، لا ما شكوش فيه كاع. شكروه على الوقت ديالو وتاسفوا ليه حيت جاو في وقت اللي هو متاخر في الليل ومشاو في حالتهم. من موراها سي ساغاوا غادي يقرر انه يتخلص من الاجزاء اللي هو ما عجبينوش وما اللي ما بغاهمش وما عجبينوش، واغلبيه قالوا بلي تخلص من الاجزاء اللي فاش داقهم الطعم ديالهم ما عجبوهش. المهم غيجمع داكشي في دوك لي فاليز اللي كانوا قدام، عرفتوا دوك لي فاليز اللي كيبانوا بحال الصندوق بحال هكاك. غادي يجمع داكشي في ديك لا فاليز وغادي يشد طاكسي من قدام العماره ديالو، وغادي يقول ليه يدي الحديقه نتاع بوا دو بولون. ملي غادي يمشي ديك الحديقه اصلا الطاكسي دايو ما ارتاحش ليه، الطاكسي ما عجبوش يعني ما ارتاحش ليه بالكل. ومع العلم ان ساغاوا ما دار حتى شي زعما ماشي بين عليه شي توتر انه هاز شي حاجه اللي في شكل ولا شي حاجه تخلي مول الطاكسي يشك، لا بالعكس كان مواطن يعني شخص عادي، ولكن مول الطاكسي ما ارتاحش ليه وركز معاه بزاف. غيحطوه في ديك الحديقه وغادي يمشي في حالته مول الطاكسي. بالفعل ساغاوا غادي يدخل ليها، غادي يحط ديك لافاليز شي قن تمايا، غادي يعاود يرجع في حالته لدارو. من مورا واحد السيد غادي يكون تيدور في ديك الحديقه، غادي تبان ليه ديك لافاليز وبدا خارج منها بحال شي ليكيد. ملي غادي يقرب ليها وغادي الفضول، حنا اللي فينا حتى البشر فينا واحد الفضول كون ما فيناش الفضول كون راه حنا لاباس علينا. المهم غادي يحل ديك لافاليز، غادي يلقى فيها دوك الاجزاء وداكشي، غادي يعيط للبوليس، غادي يجيو فعلا البوليس غيجمعوا داكشي والخبار غادي دير بوم في باري. الخبار بكثرت ما غادي تنتشر، وراكم عارفين من واحد لواحد 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 الاخبار ملي تنشرات وبقات من واحد لواحد 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 غادي توصل مول الطاكسي. هنا فين مول الطاكسي غادي يمشي عند البوليس وغايقول لهم اودي انا راه هزيت واحد السيد اللي ما ارتحيتش ليه، وزيدون راه كان هز واحد لافاليز فيها بحال دوك المواصفات اللي قريت في الجريده. غادي يقول لي عرفتي عاقل زعما مني هزي؟ غايقول لهم عاقل مزيان منين هزيتو. هو ما حملوش كاع. فعلا مول الطاكسي غادي يديهم منين البوليس غادي يمشي وغادي يلقاو راسهم قدام البلاصه فين ساكن ساغاوا. عاد انهم ملي غادي يرجعوا للبلاغات نتاع الناس اللي مختفيين وداكشي غادي يلقاو بلي كاينه واحد البنت عندها بشره بيضاء وداكشي. غادي يمشيو غيطلعوا غيدقوا على ساغاوا، مع غيدقوا عليه غادي يحليهم مازال كاع ما غيهضروا غيقول لهم قتلتها. هنا البوليس غادي يتصدموا غيبقاو تيجروا فيه ديك الشوفه تاع كيفاش غيهزوه وغادي يديوه معاهم للمركز ديال الشرطه. ملي غادي يديوه غادي يكونوا مصدومين حيت اول مره كيمر عليهم واحد الشخص اللي بداك الهدوء وبديك بروده الاعصاب. السيد ما مسوق جرب الدنيا بركله ما كاينش في هذا العالم. وهنا فين غيدخلوا باش يقلبوا الشقه ديالته، يعني بداو هو يعني كاين واحد البوليس اللي معاه في مركز الشرطه والاخرين الطب الشرعي وداكشي كامل غيدخلوا للشقه ديالته باش يشوفوا شنو فيها.
البوليس يدخل لديك الشقه تيقولوا باللي كنا ديما كنشوفوا داك المشهد نتاع السينما ولا في الافلام فاش كتدخل لذاك الدار نتاع داك القاتل المتسلسل ولا نتاع داك القاتل اللي مريض نفسانيا وداكشي كذلك، ولكن اول مره كنلقاو راسنا وسط منها. الشقه كان فيها واحد لي طراس نتاع الدم اللي يابسين، كانوا فيها قوه الوراق، قوه الملاحظات اللي كتخليك الجسم نتاعك يشمئز ويتبورش عليك. ولكن اكبر صدمه كانت هي انهم نحلوا الثلاجه فيها اللحم نتاع ريني مستف، كل حاجه في ميكتا، كل حاجه مكتوبه بالوصف والتدقيق، يعني داكشي مستف مزيان. تقدر تدخل المعمل وما تلقاش مستف بديك الطريقه، عاد لانه الكارثه الكبرى من غير دوك الملاحظات داكشي اللي قلت لكم انه كان كيوثق كلشي بالصور، كان مصور كلشي، سيد عالم خدام تيدير التجارب كان كيصور كلشي. ملي رجعوا للتحقيق نتاعو كان كيعاود داكشي اللي دار كله اللي عاودت لكم كل بروده. واكثر جمله استفزتهم انه انا اصلا كنت غنديرها، كانت هذه مساله وقت، وانا متيقنه ومتاكده انهم كون ما شدوش كان غادي ما غاديش حتى عند ريني بوحد، يعني كان غيدير جرائم اللي كثيره بزاف. دابا فين غيبدا العبث والعبث ثم العبث. دابا غتبدا المحاكمه نتاع السي ساغاوا. ملي غتبدا ديك المحاكمه بكثر تما ان الجريمه كانت عنيفه وفيها واحد المشاهد اللي خايبين، حيتاش في المحاكمه تذكر انه كلا من الشفه السفليه نتاعها، كلا جزء من الصدر، كلا جزء من الفخذ، المهم ما خلات حتى شي حاجه في الفكوخ، كاع كلشي ضاق منه. ديك الساعه اللي عجبو خلاه واللي ما عجبوش دالح ديك الجرده. المهم كثرت ما كانت الجريمه عنيفه وخايبه بزاف، الخبراء النفسيين قالوا هذا الانسان ما يمكنش يكون سوي، هذا السيد هذا راه حمق، يعني ما يمكنش يتحاكم ويمشي للحبس، غادي يمشي للمستشفى نفسي. غادي هما هي اللي دار شي فعله كحله زحله يجيو يقول لك حمق. انا كنعرف الحمق ما تيستف، ما تيقاد، ما تيصوب، ما تياخذ تدابير ديالو، ما يسجل الملاحظات نتاعو. واحد اللي كيدير هادشي بهاد الدقه السيد راه اكثر من العاقل، بالعكس عارف اش كيدير، ولكن هما وقت ما لقاو ما يدار يقولوا راه حمق. المهم انا فرنسا غادي قلت لك يقرروا انهم يحاكموه في مستشفى نفسي، وغادي يتشد فعلا في المستشفى النفسي. من بعد واحد المده قصيره في ذاك المستشفى النفسي اللي تشد فيه سي ساغاوا، فرنسا غادي تقرر انها تشدو وتعطيه اليابان، انه يتحاكم ولا يكمل الحكم ولا يتحاكم في اليابان. علاش؟ انا ما فهمتش. ياك نتوما شادين عندكم، الجريمه دارت عندكم، البنت مات عندكم، هو اعترف لكم نتوما، شدوه في السبيطار عندكم نتوما، علاش غتصيفطوا زعما اليابان؟ ونعم سيدي، هنا كانت الصدمه الكبرى ان اليابان ملي غادي تشد سي ساغاوا غادي تطلق السراح نتاعو. علاش؟ قال لك ما يمكنش هو يتحكم على الجريمه، على شي جريمه جوج المرات. يعني هما خداو ان ديك الفتره القصيره اللي هو دوزها في باري ان داك راه حكم صافي، السيد راه دوز الحكم نتاعو، الا جا عندنا يمكنناش حنا عاوتاني نحكموا عليه نفس الجريمه، هما عطاو لكم باش تكملوا الحكم ماشي باش تطلقوه ولا باش تعاودوا تحاكموا عليه، وما راه ديجا حاكمين عليه، على الاقل كنتو ترفضوا تخليوه عندهم. وهنا سي ساغاوا غادي يخرج انسان حر عايش وسط الناس، خلى هذاك يعيش ويتعايش عادي جدا. هنا المجتمع الياباني تقسم على جوج، شي تيقول لهم كيفاش تخرجوا واحد دير فعله بحال هذيك نسطي وسط منا، وشي تيقولوا ياه والله الا خرج. وسي ساغاوا غادي يعيش واحد العيشه، اش غنقول لكم، السيد ولا كيقدم برامج كيعيطوا ليه الناس كل شويه في برنامج وكيعاود على داكشي دار بكل افتخار وعز، بحال زعما ما عرفتش دار في ديك فرنسا. ما فهمتش، حيت لي كاع الهضره. كتب كتاب تيهضر فيه على الجريمه، شوفوا الوقاحه وعدم احترام. كنتخيل ان هي الوالدين نتاع ريني كيفاش حسوا فاش عرفوا راه خرج وكيشوفوه فيه في البرامج كيعاود على الجريمه نتاع بنتهم بكل استفزاز وبكل اريحيه. كتب كتاب مفصل كيدوي فيه على داكشي اللي عاشوا. واحد المره في واحد البرنامج هو خدام تيفتخر بداكشي اللي دار، يعني تيعاود على داكشي اللي دار وهو فرحان، زاد كيضحك ويقول لهم دابا قتل المراه الاوروبيه جا واقيلا الدور على المراه الاسيويه، يعني تاع اليابان والجابون وداكشي كامل. غير هادي بعدا غير هادي خصهم من مورا داك البرامج يشدوه ويقول لهم اي كنضحك معكم زعما داير كنبسط معكم. انا بعدا تعصبت، انا ما فهمتش كيفاش فكروا ولا كيفاش داروا ليه. المهم السيد خرج وقلت لكم بقى عايش حياه عاديه وكل شيء عنده مزيان،
ما تابع لا قانونيا باقي لا حتى شي حاجه، وحتى فرنسا ما دارت حتى شي اجراء انه زعما باش يتغير داك الحكم ولا شي حاجه بحال هكا. الا جينا حتى حنا نشوفوها من الجانب النفسي زعما كيف شافوها هما في المحاكمه، كنلقاو بلي هو عنده واحد مجموعه ديال الاضطرابات، بدات من الصغر. اولا ضعف الشخصيه، ثانيا عدم ثقه بالنفس، ثالثا انه عنده واحد الهوس، يعني مهووس بواحد الحوايج اللي ما زوينينش. ولكن هادو الشيء كله، هاد الافعال يعني هاد العلامات كلهم ما كيخولوش ليه انه يدير فعل بحال ما هذا. وعاوتاني كيكشف لنا واحد الجانب اخر، انه ضعف المحاكمات الدوليه، كيفاش ان فرنسا كانت ما بغات تحاكمو حتى كمجنون، بغات تصيفطو لبلادو منين جداتو تلقاتو المجتمع. يعني وفاد الشيء كله شكون اللي مشى ضحيه ديك الشابه مسكينه اللي كان عندها واحد الاحلام وواحد الطموح. يعني ريني كانت واحد الانسان اللي ما تستاهلش هاد المعامله هادي، وبقى اسمها في الهامش. لا البلاد اللي هي كانت فيها ما خدات لها حقها، ولا هو البلاد اللي مشى ليه ما خدات لها حقها. يعني حتى من مورا الموت نتاع داك احترام الموتى ما كانش. يعني هو خارج كيدوي في البرامج وكيكتب في الكتوبه، وما احترم لا الاهل نتاعها لا الحرمه ديالها لا حتى شي حاجه. ولكن اش غيحترم هو؟ كون كيحترم النفس، كيحترم الشخص، كاع ما غيدير فعل بحال ما هذا. ساغاوا بقى عايش، تمت في 2022. يعني مات موتة عادية، نشفت بلي واش مات بالسرطان ولا مات بقلبية، المهم وحده فهادو. مصدر كيقول هكا ومصدر كيقول هكا، ولكن يعني المهم عاش واحد المدة طويلة، ويقدر يكون حقق شي أحلام اللي كانت تريني أولى أنها تحققهم وتعيشهم. وكان هو كان خاصو يتحرم من ديك الحرية نتاعته، ويعيش وسط 4 ديال الحيوطات حتى يموت باش يعرف بالحق ديال الحياة شنو. ولكن للأسف العدالة ما كانتش ناصفة لريني في هذه القضية هذه. قضيتنا كانت هي هذه اللي شفنا فيها الشر في كاع الصور نتاعو. يعني واحد الانسانه كانت مقدمه لك غير الخير، كتعاونك خطوه بخطوه باش انك تزيد لقدام، باش جيتي انت وحرمتيها من الحياه نتاعها. هذه النقطه الاولى. الثانيه ان حتى المجتمع ولا العداله، يعني القانون ما نصفهاش فيها. ثالثا انك انت واخا عرفت تكونوا كاع درتي داك الفعل ما احترمتيهاش. كتشوف كيفاش الانسان والبشر يقدر يكون هز الداخل نتاعو واحد السواد اللي ما يمكنش. انا كنستغرب صراحه الله الناس اللي كيكونوا كيقدروا يعيشوا بشي شخصيات اللي بحال ماك. هاد المشاعر اللي كتكون ثقيله، المشاعر ديال انك تاذي واحد اخر، انك تكره واحد اخر، انك كيجوني مشاعر اللي تقال وماشي سهل ان الواحد يستحملهم ولا يقدر يعيش بهم. يعني بعض الناس اللي كيعيشوا بحال ماك. في الاخر نتاع هذا الفيديو غادي نقول لكم ما تنساوش عافاكم تخليو جيم، تخليو كومونتير، ولا كنتي ما مشتركش في القناه تعجبك هادشي اشترك، حيتاش فريمون يوتيوب باش كنديروا شي قضايا اللي كيكون فيهم تصاور ولا كيكون فيهم فيديوهات خايبين ولا كيكون فيهم قضايا بحال ما هادو، ما كيبداوش كيطلعوهم للناس حتى كيبداو كيشوفوا لي جيم ولي كومونتير، عاد كيعرف بان المحتوى راه يعني الناس موافقين عليه وكيبدا كيطلعوهم للناس الاخرين. المهم كان هذه القضيه، ونشوفكم في قضيه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم، باي.